السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنعيم، مساكم الله بالقبول. وفي رواية: كيف حالكم؟ كيف الجميع بخير؟ في موضوع مهم جدا حبينا ننوه فيه، ومن قبل فترة هذا الموضوع حصل، أو كان في فيديو من الفيديوهات اللي نزلت قبل فترة شهرين أو 4 شهور في أعتقد في الانستغرام أو في التيك توك، نزلنا موضوعها، أو في اليوتيوب. وبسبب هذا الموضوع يتواصل معي واحد من الأخوة اليمنيين موجود هنا في أوروبا، وحبيت أن أطلعكم بالموضوع لأنه كان طلب الأخ هذا أن احنا نتكلم في هذا الموضوع، كان طلب خاص منه. والموضوع مهم جدا للغاية، وهو يهتم بدرجة أولى بوضع خاص حول الأبناء. حياك الله يا أخ أكرم، أهلا وسهلا بك. ننتظر له في عدد من الشباب يدخلوا أو من الناس ونتكلم حول الموضوع، وهو موضوع هام جدا. البعض لا يعطيه أي اهتمام، ولكن أكثر المتضررين من هذا الموضوع هم الآباء والأمهات. بسم الله ندخل في الموضوع. الموضوع يختص حياك الله يا أخي نواف، ارحب باشمهندس نوفان، حياك الله. أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله جميعا. منذ فترة تقريبا 6 شهور 4 شهور تكلمنا في الموضوع عن موضوع تربية الأبناء وما يختص بذلك. المهم أحد الأخوة اليمنيين هنا في أوروبا تواصل معي قبل أسبوع وبيقول لي: يا أخ ياسر، حصل لي موقف وأحتاج منك يعني كرسالة أو أمانة أنك توصلها للجميع حتى لا يقع الفأس في الرأس ولا يحصل ما حصل معي مع غيري، وتجنبا لهذا المشاكل اللي نظمها سهلة. قلت: تفضل يا أخي العزيز. عموما قال: أنا وجدت رقمك بعد ما شفت مقاطع فيديو تكلمت بها عن موضوع التربية وما التربية في أوروبا خاصة، فشدني الموضوع، ولأنك بتتكلم وكأن الموضوع قد حصل معك أو شيء. قلت له: والله هي تربية وما تربية وأبناء وكذا، ما حصل شيء الحمد لله، احنا أبناءنا جاهدين نسوي جهدنا معهم. فالقصة وما فيها: الأخ هذا منذ 7 سنوات تقريبا في بلد أوروبي، أحضر أولاده لهنا في لم شمل، جلس 3 سنوات وبعدين أحضرهم لهنا. الطفل الذي معه ابن كان عمره تقريبا 11 سنة، ويقول لي قال كان من الابن هذا الصوت. كيف الصوت يا شباب؟ محمد البارد حياك الله. هل الصوت واضح؟ لأنه عندي المايك شغال وبنشوف أنه الأداء ممتاز. عندي التردد حق الميكروفون شغال. هل الصوت عند الجميع واضح أو بس عندك يا شيخ محمد؟ أحد يكتب في التعليقات إذا كان الصوت تمام ولا لا، ولا نخرج من البث ونعيده مرة ثانية. ما أدري هل الصوت واضح الآن؟ أوكي، نكمل الموضوع. في القصة التي ذكرناها تكلمنا
عن الفيديوهات اللي ذكرناها قبل فترة، قبل 4 شهور، تواصل واحد من الأخوة اليمنيين هنا في أوروبا، وبيقول لي حول موضوع أمانة أني أوصلها لجميع أولياء الأمور في أوروبا وفي غير أوروبا. الأخ له 7 سنوات تقريبا هنا أو 8 سنوات، درس 3 سنين حتى لم يشمل أولاده وعائلته، وجاءوا وهو في بلد أوروبي من هذا البلدان الأوروبية. اللي حصل معه شيء دائما نحذر منه ونتكلم ونقول يا شباب أولادكم، ولكن لا حياة لمن تنادي، خصوصا في الغربة، والغربة اللي في هذه البلدان الأمريكية والأوروبية صعبة جدا. جاءوا أولاده دخلهم المدرسة، ابنه كان معه واحد عمره قال تقريبا 10 سنوات أو 11 سنة، هذا بنته 7 سنين، وما كانش عنده لغة الأب، والولد هذا البلد ما يتكلم لغة إنجليزية، لغة خاصة غير اللغة الإنجليزية. فالولد تعلم واندمج سريع. الأبناء سريع ما يتعلموا اللغة، أي لغة كانت سواء إنجليزية أو غيرها. الأب كان ملتهي جدا جدا بموضوع العمل والشغل، الشغل اللي هو احنا نقول هنا شغل أسود، شغل يعني لا يخضع للضرائب، لا يخضع لكذا، كرف. مع أن الدول هنا في البداية تعطيك موضوع الاندماج، فترة الاندماج 3 سنوات 4، بعضها 2 سنين، كل دولة تختلف. أنك لازم تتعلم اللغة حق البلد هذه من أجل تستطيع أنك تشتغل فيها وتربي أولادك، كيف تتعامل معهم، لأنهم بيروحوا المدارس، بيروحوا كذا. كيف أنه تكون أنت مع أبنائك في أخذ وعطاء معهم. المهم الأب بعد فترة من الوقت، الابن مرت 7 سنوات وهو في المدرسة، تفاجأ 7 سنين يعني قد أصبح 19 سنة بالضبط. وفي يوم من الأيام بيدق لها البوليس أنه ابنك في الحجز، ابنك محبوس وعليه قضية تحرش واغتصاب، ومشتبه به في قضية قتل. في هذا الموضوع أنه تم اغتصاب بنت، تحرشوا بها عصابة، ومن ضمنهم هذا الولد الشاب اليمني. ومع الأسف قتلت أو ماتت هذا البنت. فبعد التحقق، بعد ما بيقول راح وجاء وطرح محامي، اتضح أن الولد دخل مع عصابة بتبيع حشيش مخدرات، حبة حبة، ستيب باي ستيب. أول شيء كان يتعاطى، وبعدين الآن أصبح موزع مع الشيء، يعني بس بشكل عام تغلغل مع العصابة، والمخدرات واديها صعب. الشرطة احتجزته وهو مشتبه من ضمن المشتبهين، من اللي كانوا ممكن 4 من الشباب. مع الأسف 4 عرب وأعمارهم 18-19 في هذا الحدود. إلى أن طلعت التحقيقات وكان متبري، طلع بريء فيها، ولكن هو كان من ضمن اللي تحرشوا. واللي حصلت هذا القضية بعد فترة سنوات أفرجوا عنه، أخذوا الجواز الجنسية عندهم. الأب يقول لي إحنا متجنسين، لكن الشاهد في الموضوع قال يا أخي العزيز أنا جبته من اليمن، أنا كنت أصرف مصاريف اللي مرسلها لهم، وهو يقوم بالواجب، واللي ينتبه لأمه وأخواته، واللي كذا واللي كذا. حتى لما جاء له للبلد هذا اللي هو فيه، قال والله أنه يعني ما يمكن أبدا أنه يؤذي نفسه، خلف أنه يؤذي غيره. صح كنت أشوفه أحيانا مش مع نفس، مش مع بعضه، أو يقولوا المصريين مش على حاله، بس لأنه دخل في عمل في بعض المحلات هنا، الأطفال يستطيعوا يشتغلوا في السبت والأحد وكذا. فكان يقول لي إنه كان يروح يتدرب، كان يروح صالة الرياضة، كان يشتغل، يوصل طلبات، كان كذا من هذا الكلام. الأب مش فاضي أصلا. فما حصل، وللأسف بعد ما خرج الولد من السجن، الوضع الاجتماعي ما بين الأب والأم
تتفاقم تصايحوا سبب أنت بسبب تربيتك، وأنت مش بسبب تربيتك، وأنت السبب، وأنت اللي جبتنا، وأنت كلام من هذا الكلام. خرج الولد وعلى أساس أنهم يرجعوا إلى اليمن أو يشوفوا بلد آخر. الولد رفض نهائي قاطع أنه يرجع. قال براحتك روح، أنه أنت ما تشتي، أنا مش تحت سيطرتك ولا تحت أمرتك. وهذا الأمر واقع هنا في أوروبا، أنه من بعد 18 الابن مش ابن أبوه ولا له دخل. عموما الأب رجع ومتلحف، يعني لحاف الندم والحسرة، ومع أولاد بناته وزوجته. الابن تركه، يعني ما عاد رضاش يرجع معه نهائيا. فهذه الرسالة من الأب حبينا نوصلها، ودائما ما نكرر في هذا الموضوع. القصة هذه عبرة وعظة لكل أسرة. انتبهوا لأولادكم، انتبهوا لأبنائكم. أبنائكم وإن شفتوهم في عمر 9 10 7 8 سنوات بتظنوا أنهم هو صح الطفل يعني مسكين ووديع ولا يمكن تتوقع منه شيء، طفل. لكن إذا خانته عينك وجلس فترة وأنت ما عندك أي متابعة أو أي استفسار أو أين بيروح، من هم أصحابه، إيش بيدرس، إيش بيتعلم في المدرسة، بتكون أنت معه في صلاته، بتعلمه مبادئ أخلاقيات. تعال يا ولد نصلي أنا وأنت. احنا في بلاد الغربة هنا وبلاد وحشة الذي هم ممكن في اليمن وبلاد عربية ما يتصوروش ما قيمة المساجد وما قيمة المجتمع من حولك. ما تسمعش أذان، ما تسمعش كذا، ما تشوفش بعينك حياة الناس، ما تشوفش البيئة من حولك، فتنزلك. احنا كمجتمع يمني في الغربة في أوروبا خصوصا نعاني معاناة شديدة جدا، لأن المجتمع إذا كان مثلا، أنا أعتقد كجالية يمنية مهاجرة اللي في أمريكا مثلا، في اللي موجودين في اللهم صل عليه في ميشيغان أو في الولايات في نيويورك الكبيرة، هؤلاء جالية كبيرة جدا، يعني صانعين لهم جو يمني بحت، جامع، مركز تحفيظ، مدرسة عربية وما إلى ذلك. اللي في بريطانيا برمنغهام برضو في. لكن في أوروبا اللي هي الدول هذه الدولات الصغار، إسبانيا، فرنسا، هولندا، النرويج، السويد، اليمني يضيع في المنطقة الذي هو فيها. اليمني يكون أول مجيئه عادوا شوية هكذا محافظ على شيء، وفجأة يبدأ المبادئ والأخلاقيات والكذا تميع تروح إلى أن، لأنه ما فيش من حوله. مثلا هنا في هولندا على سبيل المثال الأتراك والمغاربة هم أعلى نسبة أجانب نسميهم هنا، ولكن لأن عددهم مثلا المغاربة يشكلوا 3% من السكان بما يعادل تقريبا 900,000. تجد أحياء فيها مغاربة مليان أسر، وكذلك أتراك. صاحب المحل مغربي، صاحب الكذا مغربي، جارك اللي جنبك مغربي، عيال عمك جنبك مغاربة أو أتراك. اليمني يضيع في المنطقة اللي هو فيها، يضيع في المنطقة اللي هو فيها، لأنه ما عندوش لحالة، أو أحيانا يكون أسرة جنبه أو ما فيش. فالمظاهر اللي من حولك بتضيع تماما، اللي هي المبادئ اللي عندك. أبنائك ما فيش صلاة، ما فيش جامع أصلا يصلوا فيه. أحيانا في بعض المدن الجامع بعيد جدا. أوكي، هنا دور الأب دور الأم، هل بتقوم بالواجب؟ هل بتعلم أبنائها؟ هل الأب نفسه يكون موجود؟ أوكي أخي، العالم كلها بتشتغل، أصحاب البلاد هذه كلهم بيشتغلوا، ما فيش عذر. العذر إنه أنت بتروح في وقت فراغ. أوكي يا أخي، إذا أنت مشغول طول الأسبوع السبت والأحد، هل أنت موجود بتصلي؟ تقول لابنك قوم صلي يا ابني معانا، توضأ، علمه الوضوء. والله أن بالشباب إلى أعمار 15-20 سنة هنا في أوروبا مش عارف طريقة أو كيف يتوضأ أو ما هي أركان الوضوء أو الصلاة أو ما إلى ذلك كثير. يعني المأساة الكبيرة بعد فترة هيخرج لنا جيل صعب جدا إنه يتعلم
على مبادئ الإسلامية والعربية. الأولاد يعني شيء مهم، استثمار حقيقي للآباء. إذا أنت بتستثمر في مشروع معين وبتخاف لا تخسر، فالخسارة معوضة والفلوس تروح وتجي، لكن الأبناء لا يمكن أن يعوضوا بأي ثمن. الأبناء رزح، الأبناء سند، الأبناء ظهر، الأبناء استثمار حقيقي. الأبناء إذا يعني أحسنت في تربيتهم أعطوك في حال كبرك أضعاف مضاعفة. صح تعب تربيتهم، لكن جزاء التربية هذه جزائين: جزاء في الدنيا أن يقفوا معك، وجزاء في الآخرة أنك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثلاث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آدم ينقطع عمله بعد موته إلا من ثلاث. كل ابن آدم إذا مات ينقطع عمله. ثلاث من هذا، واحدة من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له. فتربيتك لابنك، اجلس مع ابنك صادقة، خليك صاحب مش أب شديد وقوي وزري وتضربه وتصيح فوقه. ابنك ما يشتيش الفلوس انك ترسل له وتقول والله اني متجمل بين ارسل ابني لا، هذه الرعاية وليست تربية. فالرعاية غير والتربية غير. تربية انك تنوره، تشوف ما يشتهي، ما هي محتياجاته العلمية الفكرية، كيف ترسم له يعني طريق يعني حياة ما يلهوش ولا يصير ضحية كما في القصة هذه حق صاحبنا. حاول انك تكون مع ابنك في كل محنة. إذا جاء له شيء يجلس معه، قل له أنا صاحبك، لا تعتبرنيش أنا أخوك أو أبوك عفوا. إذا عندك شيء ولا شيء أنا أغطي عليك، إذا عندك شيء ولا شيء كلمني. كونوا قريبين لهم حتى ما يحصل مثل ما حصل. الابن البعض يعتبر انه يقول لك رجال انا اكبر او انا اعلى سنا او انا افضل ابني. ليش؟ والله في اباء حتى في اليمن مش في اوروبا نتكلم لا يمكن ان يلقى ابنه الا في اخر اليوم، وممكن ما يحصلش، واذا حصل بس نظر من هناك وبس. لا يمكن يسأل عن صحبته، لا يمكن يسأل عن وين بيروح، لا يمكن يسأل ايش الاشياء اللي بيقوم بها خلال اليوم او خلال الاسبوع او خلال ابدا. اللهم انه يعني شايف الداخل خارجي، اكل شاربي. هل بتشوف مالك وما عليك مع ابنك؟ لكن اذا كبر الابن والله لا عاد تستطيع ابدا ان تعدل فيه شيء. مثل العود، عود الشجر غصن يكبر وهو لين، اذا ما تعدل وهو صغير وكنت انت بجانبه حتى يستقيم، انسى. اذا كبر والله ما عاد تلحق ابدا، لا يمكن اذا كبر انك عادك تلحق انك تعدل فيه شيء. فالله في تربية ابنائكم، كونوا معهم، ارشدوهم، علموهم. الفلوس ليست معنى للتربية، وإنما إذا كانت بطريقة خاطئة معنى للفساد. أبنائنا يشتوا تربية ونصح. كان الله في عون الجميع.